تمرين الوقفه مع النفس اللي هو بنسميه كده تمرين الوعي. هاتي ورقه وقلم او افتحي حتى نوت على الموبايل واسالي نفسك الاسئله دي. اول سؤال: ايه اكتر 5 او 10 حاجات بستخدمها كل يوم وتقريبا بتسهل حياتي؟ وعلى فكره ممكن تكتشفي من الاجابات ان الحاجات دي حاجات بسيطه جدا، زي مثلا كوبايه القهوه المفضله بتاعتي او الموبايل او شنطه معينه او جهاز معين انا بستخدمه بيسهل عليا حياتي. ثانيا: ايه الحاجات اللي في بيتي بتخليني احس بالسعاده والراحه لما بشوفها او بستخدمها؟ ممكن تكون صوره معينه او زرعه، كتاب، او قطعه اساس مريحه عندي في البيت انا بحبها، او جهاز بيوفر عليا وقت ومجهود كبير. وعلى الناحيه الثانيه: ايه الحاجات اللي بحس تجاهها بالذنب لاني مش بستخدمها، او بحس بالخنقه والضيقه لانها عامله لي زحمه وخلاص بدون اي وجه نفع منها، او بالارهاق لاني محتاجه طول الوقت انظمها او انظفها باستمرار. ثالثا: لو هسافر بكره لمده شهر ومش هاخد معايا غير شنطه واحده، ايه الحاجات الاساسيه اللي مش هستغنى عنها؟ والتمرين ده بيساعدنا جدا في اننا نقدر نحدد اولوياتنا الحقيقيه. هنبدا نشوف نمط معين للحاجات اللي فعلا مهمه وقيمه بالنسبه لنا.